في زمن كثر فيه الاستفزاز وسهل فيه الغضب، يبقى كظم الغيظ خلقا عظيما لا يقدر عليه إلا أصحاب القلوب الكبيرة والنفوس الراقية. ليس الكاظم للغيظ عاجزا عن الرد ولا ضعيفا عن الانتقام، بل هو قوي اختار رضا الله على هوى النفس. الكاظم لغيظه يشعر بالنار تشتعل في صدره، ولكنه يطفئها بالإيمان ويسكتها بالصبر، ويحبس لسانه عن الأذى ويده عن البطش وقلبه عن الحقد. يفهم أن كلمة قالها في غضب قد تهدم علاقة، وأن فعلا في لحظة انفعال قد يندم عليه عمرا كاملا. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشديد فقال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالقوة الحقيقية ليست في رفع الصوت ولا في كسر القلوب، بل في السيطرة على النفس عند اشتعال الغضب. كظم الغيظ عبادة خفية لا يراها الناس، ولكن الله يراها ويجزي عليها أجرا عظيما.